كشفت شبكة ESPN البرازيلية أن لاعب الوسط البرازيلي الدولي لوكاس ليما سينضم إلى فريق برشلونة ابتداء من كانون 2 يناير المقبل، وذلك بعد انتهاء عقده مع فريقه سانتوس. يرتبط ليما بعقد مع سانتوس حتى نهاية الموسم هذا، وسيكون قادرا على توقيع عقد مبدئي مع برشلونة في الأول من تموز يوليو. أضافت الشبكة أن ليما سيوقع عقدا ل5 سنوات مقابل راتب سنوي يبلغ 4 ملايين يورو، إضافة لمكافآت بقيمة 5 ملايين يورو. أعلن نادي فولفسبورغ الألماني تمديد عقد حارس مرماه البلجيكي كون كاستيلز حتى العام 2021. هذا وكان كاستيلز البالغ من العمر 24 عاما كان قد التحق بفولفسبورغ مطلع 2015 قادما من هوفنهايم قبل أن يعار إلى فيردر بريمن ويعود بعدها إلى فولفسبورغ. هذا ويصبح أساسيا خلفا لدييغو بيناليو والذي رحل الأسبوع الماضي إلى موناكو.